السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب التوينز في كل زمان وفي كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. إحنا مؤمن مصطفى، ودي قناتنا هتسمعوا فيها دايما الرأي والرأي التاني. إحنا بنختلف دايما في التحليل، لكن بنتفق في حب النادي الأهلي. الأهلي دايما عنده صداع في كل مراكز اللعب. كريم فؤاد ولا عمر كمال؟ مين اللي يستحق الفرصة الفترة الجاية؟ ده مش بس كده، ده كمان عودة الساطور إمام عاشور، العودة اللي احنا كنا منتظرينها من بدري جدا. جمهور الأهلي قاعد منتظر العودة دي بفارغ الصبر. خلينا نشوف السيناريوهات دي كلها هتمشي ازاي وهتغير في شكل الفريق ازاي الفترة الجاية. نبدأ الفيديو بتاعنا هنتكلم عن أول جزء معانا في الفيديو، وهي مشاركة عمر كمال ولا كريم فؤاد. مين فيهم الأحق إنه يشارك بدل محمد هاني؟ أولا لو أنت مش ملم بالأحداث، خلينا نقول لك إن محمد هاني سيتم إيقافه مباراة واحدة فقط وليست مباراتين. تمام؟ ليه؟ لأن محمد معروف في تقريره لم يدين محمد هاني بأي فعل، كذلك فإذا محمد هاني ما عملش أي حاجة غير إن هو بغبائه وباستهتاره اعترض إن هو يخرج من هنا، لا خرج من هناك بدون اي داعي، فاذا سيتم ايقافه مباراه واحده وتغريمه 2500 جنيه، اقصد 2500 جنيه وفقا للائحه. تمام. طيب فاذا احنا مش هنشوف محمد هاني لمده ماتش واحد ويا خساره. تمام، كان نفسنا نشوفه ما نشوفوش الموسم كله، بس ما فيش مشكله. طيب الماتش اللي قدام غزل المحله اللي هو المؤهل او المباراه اللي هتبين كتير قوي شكلنا قدام بيراميدز، هنشارك بمين في مركز الباك اليمين؟ مين الاحق بالمشاركه؟ هل هو كريم فؤاد ام هو عمر كمال؟ طب خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان ولا واحد من الاثنين منذ قدومه النادي الاهلي شارك في مركزه الاصلي. اتحداك لو هو شارك في مركزه الاصلي ماتشين او ثلاثه ورا بعض، اتحداك ارجع بالذاكره لورا عزيزي المشاهد، هتلاقي ان ولا عمر كمال ولا كريم فؤاد شارك في مركز الباك. وخصوصا كريم فؤاد، عمر كمال خد فرصة شوية مع كولر، برضه مش ماتشين ولا ثلاثه ورا بعض، خستع شوية كده، ما قدمش المطلوب منه. لا مش بتكلم على الفرص، انا بتكلم على المركز الباك اليمين. المركز بتاع عمر كمال كان بيشارك في ايام كولر كان الجناح، ومركز الباك الشمال ما شاركش في المركز اليمين غير مباراه او اتنين بس، والاتنين مش ورا بعض. تمام. ومنهم واحده قدام باتشوكا في كاس العالم للانديه، والحمد لله عمر كمال قدم مباراه كارثيه. تمام. فاذا عمر كمال او كريم فؤاد الاثنين خدوا فرص كتير قوي، بس الاثنين ما شاركوش في مراكزهم الاصليه. يعني ايه مراكزهم الاصليه؟ يعني المركز اللي احنا بنشوف اللي هم جايين الاهلي عشانه، متعاقدين مع كريم فؤاد من ايام انبي. كان بيشارك كباك شمال ايام انبي كتير، بس احنا متعاقدين معاه على اساس الباك اليمين. وعمر كمال كذلك احسن باك يمين في مصر ايام ما كان في فيوتشر. تمام. ولا ده شارك في مركز الباك يمين ماتشات ورا بعض، ولا ده شارك في مركزات ورا بعض. مين الاحق؟ فاولا نفسنا نشوف واحد زي عمر كمال، اولا يشوفه في مركز الباك يمين، نفكنا من موضوع عمر كمال جناح شمال، جناح يمين، باك شمال. الحمد لله ريفيرو الحمد لله مدرب عقلاني شويه. عقلاني ان هو مش بيلعب اي واحد غير مركزه. يعني سأل على كريم فؤاد، الراجل ده يا جماعه بيلعب ايه قبل ما يجيله صليبي؟ الراجل ده كان بيلعب باك شمال. معرفش بقى سأل هل هو مركزه باك يمين ولا لا، بس هو ما بيتفلسفش. بالرغم ان هو مش مجيد قوي في الباك الشمال، لان هو كل حاجه بيعدل على يمين. كان ممكن ريفيرو يلعب وينج عادي، انما ما تفلسفش. كوكا ذات نفسه، كوكا كان بيلعب باك شمال. ريفيرو سأل الراجل ده يا جماعه بيلعب ايه؟ الراجل ده بيلعب اصلا خط نص، وكنا بنستعين بيه باك شمال. قال لك لا، هو مش باك شمال، بطه بلدي اركنهولي لعب خط نص، فهو مش بتاع فلسفه. بس احنا ضد الحته دي برضو. انت لو هتفضل تلعب كريم فؤاد باك شمال، تمام، ونتحرم من موهبته الهجوميه الفذه وسرعاته في ناحيه اليمين، لانه مش هيضطر يعدل بقى على شمال، كله هجومه باليمين، هنتحرم منه. لا، انت رجع كوكا باك شمال تاني بديل لشكري. تمام. وكده كده حته وسط الملعب دي عندك فيها لعيبه، وحط كريم فؤاد يمين او جناح. تمام. طيب مين فيهم الاحق؟ احنا شايفين من وجهه نظرنا ده يتوقف على فريق غزل المحله. احنا ما نعرفش غزل المحله وما نعرفش طريقه اللعب، هنسيب دي ريفيرو. فلو انت محتاج قدام غزل المحله لاعب يعمل لك العرضيات باتقان، بص بقى ده كلام كوره، لاعب يعمل لك العرضيات باتقان، لاعب يستغل المساحات بتاعه خط ظهر غزل المحله وتعمل العرضيات سواء كان لشريف او للعيبه مسطره مسطره. لو لقيت ان مدافعين غزل المحله ضعاف في الارتقاء وضعاف في الالتحامات وضعاف في الكلام ده كله، يبقى اذا وضعاف حتى في الجامب بتاعهم، يبقى اذا الحل عمر كمال. تمام. يبقى تستعين بعمر كمال. لكن لو انت لقيت ان غزل المحله
عندهم كويسه قوي في التشتت، في التشتيت العرضي والتشتيت الطولي، بس بطء في الارتداد وبطء في في الثنائيه. تقدر تستعين بكريم فؤاد ان انت تخترق الحته اليمين دي، لان كريم فؤاد اسرع من عمر كمال. فراشه بقى، ده فراشه بقى. ده بقى يخترق لك بقى، يجي لسرعات، يلعب لك ال1 2. عمر كمال اسيستر، عمر كمال رجله مرزبه. فده بيتوقف من اي حته. هيتوقف على موضوع غزل المحله، هيتوقف على دراسه ريفيرو لغزل المحله. احنا مش ناس طالعين يقول لك العب بيمين وما بتلعبش يمين، لا احنا بنقول لك انت لقيت ان اللعيبه بتاعت غزل المحله لعيبه ضعاف جدا في الارتقاء باللعب بالراس، ضعاف جدا في التشتت، كلهم قصيرين، تقدر تلاعب عليهم محمد شريف مرتاح او جراديشار او ايا كان اللي هيشارك. يبقى اذا وتقدر تخلي زيزو يضم العمق، يضمه كمهاجم وتستفيد منه. يبقى اذا عمر كمال الحل في المباراه دي. لو انت شايف ان قلوب غزل المحله ناس رخمه جدا في الالتحامات الثنائيه والكلام ده، بس عندهم بطء في الارتداد وناس بطيئه جدا في الالتحامات الثنائيه، وتقدر ان انت تخترق الحته دي ناحيه وخصوصا حته الباك الشمال بتاع غزل المحله ما نعرفوش. لو الراجل ده بطيء، لو الراجل ده بيتكلفت بسرعه، لو الراجل ده بيترقص بسرعه، يبقى اذا كريم فؤاد الحل في الحته دي. انما لو راجل غشيم ودفاعين كويس قوي، فانت هتحتاج تلعب عرضيه، فعمر كمال الحل. استعين بواحد من الاثنين دول، استعين بواحد من الاثنين دول، فكك بقى من اللي يقول لك حسين شحات والكلام ده، لا خلاص دي افكار بره الصندوق كلها. طيب ما درستش الليله دي كويس. انا برضه بنقول لك كل افكار. طب انت مدرب بطيخه، مش بنتكلم على ريفيرو، انا بتكلم على اي مدرب. ما درستش الليله دي كويس، خلاص ده لان اشك مليون في المية ان في مدربين في الدوري المصري بيدرسوا الفرق. يعني مثلا المقاولين هيقابل مثلا بتروجيت، مستحيل الفرقتين يدرسوا بعض دراسه بقى. يلا يا جماعه كل واحد يلا، ممكن هتلاقي واحد فيهم بيرص الاتوبيس، يلا على الله، فاهم؟ هتلاقيه يتفرج مثلا على الماتش اللي قبليه وخلاص او عنده مدرب عنده خبره في الدوري المصري، فعارف بقى فلان لعيب فلان، خلي بالكم منه، امسكوا مان كذا كذا كذا، هنقف 4-4-2 وخلاص، فاهم؟ فانت لو ما درستش الفرقه كويس تتغزل المحله. من وجهه نظرنا لاعب كريم فؤاد. ليه؟ عشان كريم فؤاد احسن من عمر كمال دفاعيا. عمر كمال هش في الدفاع، كريم فؤاد واخد فرصه ورجله في الملعب. عمر كمال بقاله كتير ما بيلعبش من ايام الوديات. كريم فؤاد واخد فرصه ورجله في الملعب. انقله بقى على مركزه الاساسي، شوفوا بقى هيأدي ازاي. اديله فرصه عادي، سرعات، هو اصلا مركزه باك يمين، رفعات، عرضيات كويسه، 1 2 اختراقات. ممكن تستعين بقى في حته بقى الانسايد وينجر اللي انت عايز تلعبه بقى جوه البوكس شويه، بحيث تدي لزيزو الاريحيه التامه ان هو يبقى الباك الصريح. حلو، خلاص زيزو هو المسؤول الاول والاخير على العرضيات ناحيه اليمين، عادي اركن بقى، دخل كريم فؤاد جوه شويه، هيعمل لك خطوره 100%. لعيب سريع، لعيب مهاري، فاهم؟ لكن احنا من وجهه نظرنا الاحق ان هو يشارك الفتره الجايه، يديله فرصه كريم فؤاد. تمام. عايز اقول برضه حاجه مهمه جدا برضه، ده هيتوقف على الجناح اللي هيلعب قدامهم. فانت لو هتلاعب زيزو زي ما مؤمن لسه قايل، لو هتلاعب زيزو يبقى هتستعين بكريم فؤاد. ليه؟ لان انت تقدر تعمل روتيشن ما بين الاثنين، تخلي زيزو هو الباك، لانه زيزو المسؤول الاول عن العرضيات اصلا، وتخلي كريم فؤاد هو الانسايد وينجر، هو اللي يخش ويرقص. تمام؟ ده لو هتلاعب زيزو يبقى تلعب كريم فؤاد. انما لو هتلاعب واحد زي طاهر، يبقى واحد زي عمر كمال محتاج قدامه باك، محتاج قدامه وينج قوي دفاعيا قوي، يبقى طاهر هو الانسب. فانت لو هتلاعب طاهر في حته اليمين دي وتخلي زيزو هو البلاي ميكر زي الماتش اللي فات، فكك بقى من تريزيجيه دي خالص، يمين دي مدينه نساء. تمام؟ انت لو هتلاعب طاهر يمين، يبقى اذا العب بعمر كمال. ليه؟ لان طاهر هيريح عمر كمال جدا في حته الدفاع، فهتخلي تدي فرصه لعمر كمال ان هو يقدر يروح ويعمل العرضيه. فاذا هو اللي مش كفته، هي مش هنا بينا، لا هي الحته دي مهمه شويه، في ان انت لو هتلاعب زيزو يبقى الباك الانسب هو كريم فؤاد، لان زيزو هيبقى احسن من كريم في العرضيات، فهو لا ياخد مسؤول العرضيات وتخلي كريم هو المسؤول عن المهاره وان هو يخش يخترق. فلو هتلاعب طاهر يبقى انت هتريح عمر كمال دفاعيا، فهتخليه يعمل العرضيه بمنتهى السهوله، والاثنين اصلا عندهم انسجام مع بعض. ده بقى فكر المدرب، وده بقى تكتيك المدرب. احنا مالناش دعوه بالقصه دي كلها، ومالناش الحق ان احنا نتدخل، احنا بس بنقول راينا. فكنا بنرد على السؤال الشائع دايما في بقاله فتره من ساعه طرد محمد هاني، مين هو الانسب لقياده الجبهه اليمنى الفتره الجايه؟ واتكلم على حته لو حد فيهم تالق بعد ما هاني يرجع، هل هاني يرجع تشكيل اساسي ولا لا؟ احنا يا جماعه احنا ناس محترفه،
يعني خلاص بقى احنا المفروض ناس، المفروض احنا اداره بقى، المفروض احنا بنرتقي شويه بنفسنا. اللاعب المتالق اللي يثبت نفسه، اوعى تعمل زي غلطه كولر لما شوبير خد احسن حارس، كان بالنسبه لنا احسن حارس في افريقيا، وقعدته ولعبت الشناوي. اوعى تعمل كده، اوعى اوعى. وده مدرب اعتقد ان هو مش هيعمل الحركه دي، لان هو بياخد بالموجه زي ما بيقولوا، او بالوضع الحالي. لاعب ماتشات وديه، لا شوبير متالق، ابدا بيه اساسي يا صاحبي. ما اعتمدش بقى تاريخ الشناوي، ما اعتمدش الطول، فاهم، ما اعتمدش العرض، ما اعتمدش بقى كل ده البيج سايز، ما اعتمدش كل ده، ما اعتمدش الكابتنه، ما اعتمدش الزعيق، اعتمد الموهبه، فاهم. لاعب اول ماتش احمد رضا وكوكا على حساب ديانج، لا نص الملعب مفتوح، لبسنا هدفين واحنا في البطيخ نهاوي، ونص الملعب بتاعنا ملط. انا اسف في اللفظ. الماتش اللي بعده على طول لعب ديانج. هو شكله ان المدرب مش بيتفلسف. فانت بقى عمر كمال، كريم فؤاد يتألقوا في الناحيه اليمنى، يتألق في الناحيه اليمنى، ثبته يا صاحبي، واركي محمد هاني، ثبته. احنا عايزين 3 نقط، عايزين ننجز القصه دي بدري بدري، لان احنا بنبني فريق لافريقيا اصلا، احنا بنعمل كل ده عشان افريقيا. حلو. ف طبعا لو ما فيش اي جدوى بين كريم فؤاد وعمر كمال، والاثنين اصلا يا مولانا كما خلقتني، لا يا صاحبي رجع محمد هاني، لان محمد هاني دايما احسن من الوحشين. عادي اهو. في حاجه بره الصندوق شويه. انت ممكن ولا تلعب ده ولا تلعب ده، وتبقى طرد محمد هاني ده فرصه لولاده نجم جديد في الناحيه دي، يا طاهر يا حسين الشحات. دي حاجه بره الصندوق شويتين. اعتقدش المدرب هيعمل كده، لان انت عندك 2 باكات اصلا اساسيين في الفرقه. لو انت بقى عايز تعمل فكر، عايز تغير مثلا اللعب، بطريقه اللعب بتاعك 3-5-2 مثلا، وعايز لاعب ناحيه اليمين يبقى جناح وفي نفس الوقت باك، حسين الشحات انسب واحد في الحته دي، وهيساعد قوي زيزو. يعني هتشوف صناعه للصبح. فدي حاجه بره الصندوق شويه. احنا بنقول لك كل الافكار. كريم فؤاد، عمر كمال، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، مين فيهم الانسب لقياده الجبهه اليمنى من وجهه نظرنا المتواضعه؟ كريم فؤاد ياخد فرصه ناحيه اليمين، وشوف هيعمل ايه. ندخل على العنصر الثاني والاخير معانا، وهو عوده السطور امام عاشور من جديد. من فتره امام جاله خلع في الكتف تاني، وجاله تمزق مش عارف فين، وكتفه باظ، فاهم، كتفه خلاص الله يرحمه. وده بسبب ان هو ما اتعالجش كويس في الاول، وده بسبب ان امام عاشور مش عارف يقع تاني صح للمره الثانيه. امام عاشور اتعالج، خد فتره علاجه وما استعجلناش عليه، ولسه بنطالب لغايه دلوقتي، لسه بنقول لغايه دلوقتي، لحد دلوقتي بنقول لو هو لسه مش متعافي من الاصابه بنسبه 100%، لا يا صاحبي قعده وجهزه كويس لغايه لما يبقى فت، لغايه لما يبقى جاهز 100%. احنا مش متاثرين قوي بغيابه. الاهلي متاثر، قصدي الاهلي مش متاثر بنسبه 100%، اللي هو احنا مفيش بديل، لا. فامام عاشور رجع، واحتمال كبير يشارك الماتش الجاي، بكتير قوي الماتش اللي بعده. ف دي حاجه احنا حابين ان احنا نطلع نتكلم عنها، ونقول ان الراجل ده يا جدعان لا غنى عنه. الراجل ده لا غنى عنه. اخيرا الحمد لله عوده امام عاشور من جديد. ده هيعمل ايه؟ طيب يا مؤمن انت مصطفى، انتوا عاملين تهروا وماشيين ورا الموجه، اقسم بالله لا. طب إيه عوده امام هتفيد بايه؟ هقول لك هتفيد بايه. عوده امام هتفيد ان هي هتريح لعيب زي بن رمضان قوي في ارض الملعب. بن رمضان هو اللي محطوط عليه السبوت ومحطوط عليه المجهود قوي ناحيه الشمال. ليه؟ لان انت ما عندكش اي حد في نص الملعب حريف غير زيزو، وزيزو للاسف بتضطر انت تنقله من مكانه من ناحيه اليمين، تخليه يلف شويه وياخد جوله مركز 10 في نص الملعب. طيب امام لما هيرجع، هل زيزو هيعمل الحركه دي؟ لا نهائي، انسى. زيزو هيعتمد بقى الجبهه اليمنى، جبهه اليمين دي هيركبها ركوب. خلاص ممكن يبقى في تدوير بين اللعيبه في ارض الملعب، لكن امام عاشور هيريح واحد قوي زي بن رمضان ناحيه الشمال، واحد زي بن شرقي، لان هما الاثنين في انسجام عندهم، والاثنين عندهم المهاره، هيعملوا دبل باص، وتقدر تخترق الناحيه الشمال دي تقفلها مع زيزو. يبقى عليه العوض بقى في بيراميدز وعلى اللي هيحصل فيهم ان شاء الله. عندك زيزو في ارض الملعب، وعندك امام عاشور، وعندك بن رمضان، وعندك واحد زي بن شرقي ناحيه الشمال. معرفش مين اللي هيلعب اليمين، ما ماليش دعوه، فاهم. عندك واحد زي ديانج بقى مأمن بقى الليله دي كلها قبل بيراميدز. يا جدعان نطلع ونقول ايه التشكيله المثاليه اللي احنا نركب بيها القاره. خلاص بقى
حته ان احنا مش لاقيين لعيبه دي انساها من دماغك لغايه يناير الجاي، الله اعلم مين ماشي ومين مكمل. يناير الجاي يا جدعان لو كملنا والله باللعيبه دي يعني تمام، هنحتاج بس مهاجم بدل وسام بس، تمام. غير كده احنا مقفلين كل حاجه. وهنحتاج باك شمال بيلعب بشماله ان شاء الله لو ناشئ، بس يكون بديل لشكري بس. فانت امام عاشور عودته من جديد هتريح لك حته نص الملعب كويس قوي. تربو، ساطور بمعنى الكلمه، ولعيب شويت هتريح لك الحته الهجوميه، هتريح لك انهاء الهجمه. حلو قوي فاهم، لعيب شويت، لعيب بيحرك لك الفرقه، ده لعيب بقى فاهم كهرباء، هو في كهرباء في جسمه بيحرك لك الفرقه، هيريح لك اجنحتك، هيريح لك المهاجم بتاعك، هيعمل توازن في نص ملعبك، سلسال من الاجوان، سلسال من الحرفنه، كان واخد وكان باصم على الحته دي وما كانش حد يقدر يلعب عليه. وطبعا اصابته كانت مضره جدا جدا في كاس العالم، وكنا مفتقدينه جدا في كاس العالم، لكن ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. ممكن نلاقي واحد بديل لبن رمضان، ممكن لو بن رمضان خستع شويه، وده اشك نهائي لو بن رمضان خستع شويه في الحته دي، لا يا صاحبي امام عاشور يتنقل مكانه وتنزل بقى حد في الحته دي. امام عاشور ممكن يلعب وينج، ولا تريزيجيه ولا بن شرقي فاهم، ولا عاملين اي حاجه ناحيه الشمال، ان امام عاشور وينج صريح ولعب مع واحد زي بن رمضان زي ما كولر كان بيعمل. يعني عندك 100 حل، عندك 100 حل و100 فكره، تمام. فعودة امام عاشور تريح اللعيبه جدا. الماتش الجاي قدام غزل المحله مش هيشارك اساسي، هيبقى على البدلاء، برضه دي معلومه للناس، هيبقى على البدلاء. لو استعين تقدر يعني لو انت النتيجه مرتاح وسكور مرتاح، استعين بيه مثلا اخر ربع ساعه ياخد الحساسيه بس، ويرجع كده ويشارك ويلتحم يعني بسيط والكلام ده، تمام. قدام بيراميدز لو اتاكدت من معافاته 100% ارميه على طول اساسي، ما فيهاش هزار، ارميه اساسي على طول قدام بيراميدز. ماتش مهم جدا جدا قدام بيراميدز، ده هو ده يعني الفوز بيه بتضمن 50% من الدوري فعلا، تمام، والله لان هو ده المنافس بتاعك الاساسي. فارمي على طول امام عاشور لو انت ضمنت شفائه قدام غزل المحله والسيناريو خدمك، تبدا بيه اساسي قدام بيراميدز ان شاء الله باذن الله. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، اتكلمنا عن كريم فؤاد ولا عمر كمان ناحيه اليمين وكل السيناريوهات، واتكلمنا عن عوده الساطور امام عاشور للنادي الاهلي. شكرا لكل الناس اتفرجت عليها. لو انت بتتفرج علينا من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت على الفيديو، وان شاء الله هرد عليك باي سؤال. لو انت بتتفرج علينا عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك واعمل شير للفيديو لكل اصحابك، ما تبقاش بخيل. لو بتتفرج علينا من طريق الانستجرام او التيك توك ما تنساش تعمل لنا فولو، وان شاء الله هرد لك الفولو. وحابين نقول لك في الاخر ان النادي الاهلي فوق الجميع ورقم واحد. السلام عليكم.